السلام عليكم. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناتي أبو الفتوح نادر. النهاردة هنتكلم عن نبي غامض ورد اسمه مرة واحدة بس في القرآن الكريم. قصته مليئة بالعبر. هو نبي عزير عليه السلام. عزير كان من بني إسرائيل وكان رجل صالح عالم بالتوراة في زمن كانت القدس مدمرة والتوراة قد ضاع بعد أن غزاها العدو. وفي يوم من الأيام مر عزير على قرية مدمرة ليس فيها روح وليس فيها بشر. نظر إليها وقال أن يحيي هذا الله بعد موتها. لم يكن يشكك في قدرة الله ولكن كان يسأل التفكير والتأمل. فجأة الرد من الله بشكل عجيب فأماته الله 100 عام ثم بعثه. تخيلوا معايا كده يا أصدقائي، مات 100 سنة كاملين ثم رجع إلى الحياة. فلما رجع سأله الله كم لبثت؟ قالوا لبثت يوما أو بعض يوم. فقال الله عز وجل بل لبثت 100 عام. فأراه آية ليطمئن قلبه. بص إلى طعامه وشرابه لن يتغير لكن حماره قد مات وتحلل. فرجعه الله أمام عينيه ورجع عزير إلى قومه فوجد أجيالا جديدا لن تعرفه وكان يحمل التوراة في صدره فبدأ من إملائه وحفظه. فقالت الناس إنه ابن الله تعالى والله عند ذلك عليم كبير. فرد الله عليهم في القرآن الكريم وقال وقالت اليهود عزير ابن الله هذا قولهم. عزير لم يقل ذلك ولكن عبد صالح أكرمه الله بآية عظيمة. قصة عزير تعلمنا منها أن الله لا حدود له وإن الإيمان لا يعني عدم السؤال بل السؤال من باب التفكير والإيمان. تابعوني في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.